أهلا وسهلا بكم معانا في قناة كودينج بايبل. النهارده هنشوف مع بعض ازاي نعمل كاستم فاليديتور، بس أنا مش عايز أحفظك الطريقة وخلاص. أنا عايز أوريك ازاي ممكن تستنتجها أو تشوفها ببساطة، علشان كمان تعرف إن الموضوع سهل جدا وبسيط، ما هواش معقد. عشان نعرف الكاستم فاليديتور بيتعمل ازاي، تعال نشوف أصلا الفاليديتورز الجاهزة معمولة ازاي. لو جينا وقفنا بالماوس على الريكوايرد هنا هنلاقيها إن هي عبارة عن فانكشن بتاخد انبوت كنترول من النوع ابستراكت كنترول، وده حلو جدا. ليه؟ لان انا الهدف الرئيسي في الفاليديتور ان انا اوصل للفاليو بتاعه الفورم كنترول واعديها على مجموعه اف كونديشنز، علشان او اعديها على الكونديشنز اللي انا عايز اعمل تشيك عليها. لو الفاليو كانت ماشيه مع الكونديشن بتاعتي هرجع نل زي ما انت شايف هنا كده بيرجع نل، ولو كانت مش ماشيه هنرجع فاليديشن ايرورز. طب ده حلو جدا، احنا كده فهمنا ان هي عباره عن فانكشن بتاخد انبوت عباره عن كنترول ابستراكت كنترول من النوع ابستراكت كنترول، تمام، حلو جدا، وبترجع لي فاليديشن ايرورز اور نل. طب حلو جدا. طب بالنسبه للمينيمم لينس اللي بتاخد انبوت دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن فانكشن بس بتاخد انبوت نمبر وبترجع لي فاليديتور فانكشن. طب هو احنا مش محتاجين نعمل اكسس على الكنترول عشان او الاكسس على الفاليو بتاعت الكنترول عشان خاطر اعديها على الكونديشن زي ما قلنا. طب هو هنا فين الكنترول؟ طب ما تيجي نبص على الفاليديتور فانكشن دي عباره عن ايه اصلا. تعال ناخدها كوبي ونعمل كنترول شيفت اف ونحطها هنا، تمام، ونشوف اي حاجه من دول وهتلاقيها عباره عن ايه. هتلاقيها عباره عن فانكشن بتاخد كنترول من انه ابستراكت كنترول وبترجع لي برضه فاليديشن ايرورز اور نال. يعني في النهايه لازم ارجع validation errors or null، والانبوت اللي عندي هو عباره عن كنترول ابستراكت كنترول. طب حلو جدا. طيب الفاليديشن ايرورز ده عباره عن ايه؟ لو جينا وصلنا له هنلاقي ان هو عباره عن اوبجكت. الاوبجكت ده فيه بروبرتي الداتا تايب بتاعتها اني. طب يعني ايه كلمه كي من نوع سترينج؟ يعني هنا بيقول لك انك انت هتحط البروبرتي اللي تيجي في دماغك، يعني هو مش هيجبرك انك ترجع اوبجكت فيه بروبرتي باسم معين. طيب يبقى كده اللي فهمناه ان احنا محتاجين نعمل فانكشن بتاخد ابستراكت كنترول، اوكي، وبترجع لي فاليديشن ايرورز اور نال. ده مبدئيا. طيب امتى احتاج الفاليديتور فانكشن؟ اوكي، وامتى ما احتاجهاش واعمل على طول الفانكشن بترجع لي فاليديشن ايرورز وخلاص؟ لو انا محتاج الكاستم فاليديشن يبقى واخد انبوت، يبقى هشتغل بطريقه ايه؟ الفاليديتور فانكشن. لو مش محتاج ان هو ياخد انبوت يبقى انا ايه؟ خلاص هشتغل بالطريقه دي مباشره. احنا بقى هنشوف الاثنين مع بعض. طيب عايزين بقى نعمل الكاستم فاليديتور. تعال مثلا وليكن انا هعمل هنا مثلا ممكن اعمل هنا فولدر هسميه كاستم فاليديشن، اوكي، وبعد كده هعمل فايل تاني بس هسميه custom validators.ts. تمام. انت هنا ممكن خد بالك انك تعمل لو انت مثلا عندك كاستم فاليديشنز كتير فانت ممكن تقسمهم الى اسامي وتعمل لكل مجموعه، او تقسمهم لمجموعات وتعمل لكل مجموعه فايل عشان بس ما تعملهمش كلهم في كلاس واحده. تمام. فانت هنا ممكن تعمل هنا كلاس، او تعالى نعمل اكسبورت كلاس، هنعمل كاستم فاليديتور او فاليديتورز، مش عارف هو بيعمل كده ليه. اوكي هنعمل كده. دلوقتي انا عايز اعمل كاستم فاليديشن بس لايه؟ انا هنا مثلا في المثال بتاعي انا عندي فورم فيها انبوت من النوع ديت، وانا عايز اتاكد ان اليوزر بتاعي العمر بتاعه اكبر من او يساوي 18. يعني عايز اتاكد ان اليوزر بتاعي عمره مش اقل من 18 سنه. فتعالى مثلا هعمل هنا مثلا هنعمل ستاتيك، اوكي، هنقول مثلا وليكن من ايج 18، اوكي، وزي ما شفنا قبل كده هنعمل كنترول ابستراكت كنترول، اوكي، وزي ما اتفقنا ان هي ترجع ايه؟ validation errors or null. اوكي، هو هنا عمل ايه؟ هو هنا عمل اكسس على الفاليو وده اللي احنا محتاجينه. احنا اتفقنا احنا هنعمل اكسس على الفاليو ونمشيها على مجموعه اف ستيتمنت او مجموعه كونديشنز. طيب هنا بقى ليه حط دي جوه نيو ديت؟ عشان انا الفاليو بتاعتي دي عباره عن ديت، اوكي، فلازم اعمل منها ديت اوبجكت عشان اعرف اكسس على الحاجات زي الير والدي والمانث والكلام ده كله. تمام. هنا في منتهى البساطه قال لك ايه؟ قال لك لو الايج اكبر منه ويساوي 18 رجعنا خلاص. طيب لو اقل من 18 خلاص يبقى هنحط من ايج 18 ايه؟ ترو. هنا بقى في نقطه، يفضل دايما انك انت تعمل البروبرتي اللي انت هتعملها هنا بنفس اسم الفاليديتور. ده احسن حاجه عشان انت ممكن ايه تنسى، انت مش تبقى حافظ كل فاليديتور عملته البروبرتي اللي جواه عباره عن ايه،
او ايه هي انت مش تبقى فاكر. فانت عشان خاطر تريح دماغك حط قاعده ثابته انك انت هتعمل البروبرتي اللي جوه بنفس اسم الكاستم فاليديشن. الفاليديشن ده غير دقيق، تمام؟ هقول لك ليه في الاخر، وهقول لك هنخليه دقيق ازاي، بس ركز معايا دلوقتي عشان ايه نشوف الفاليديشن ده هنشغله ازاي. هنيجي هنا في منتهى البساطه زي ما كنا بنشغل اي فاليديشن، هنقول كاستم validators دوت من ايش 18. اوكي، زي ما انت شايف السيف بقى disabled. لو جينا مثلا هنا دخلنا اي حاجه مثلا وليكن شهر 2 او يوم 2 شهر 2 مثلا 2006. اوكي، الفاليديتورز هنا ايه؟ النل دي اللي هي ايه؟ الايرورز. طب انا هخليها مثلا 2007. زي ما انت شايف رجع لك ايه؟ من ايج 18 ترو. هنا في نقطه لازم نقولها، انت هنا كده مش عامل الانبوت ده او الفاليديتور ده اوبشنال. يعني ايه؟ يعني انت ممكن مش شرط انك تخليه يدخل الديت، بس عايزه لو دخل الديت يبقى مثلا تقارن الداتا. هفترض يعني هو دي كيس مش لوجيك بس بنفترض. فالحل المنطقي ان انت هنا تيجي في كاستم فاليديتور تقول له اف كنترول نوت فاليو، يعني مفيش فاليو، هيرجع نل. في الحاله دي ايه؟ زي ما انت شايف عادي ممكن ايه؟ يعمل سبميت للفورم عادي جدا. وفي الحاله دي زي ما قلنا قبل كده علشان تجبره يدخل فاليو لازم تحط معاها الريكوايرد. تمام؟ طيب لحد الان تمام جدا. في هنا ملحوظه ثانيه، احنا قلنا قبل كده ان فاليديشن ايرورز عباره عن ايه؟ بروبرتي بالداتا تايب بتاعتها اني، يعني ممكن ادخل اي حاجه مش شرط ترو. يعني ممكن هنا تيجي تدخل، ممكن انت تفكر طب انا ادخل هنا إيه بالمره الرساله، واجي اعمل مثلا هنا وليكن كده ايه يو كانت ريجستر مثلا اي حاجه. طيب انا دلوقتي عايز اظهر رساله الخطا دي، هظهرها ازاي؟ هاجي هنا زي ما كنا بنعمل قبل كده تحت الانبوت، هعمل هنا اف وهاجي اقول فورم دوت كنترولز اوكي دوت بيرث ديت دوت ايرور دوت ريكوايرد. هي مش شرط تبقى ريكوايرد، اوكي بيرث ديت از ريكوايرد ما عندناش مشكله، بس انا عايز اظهر ايه؟ الرساله الثانيه اللي هي ايه مثلا؟ اللي هي احنا كنا عاملينها من ايج 18. اوكي، هقول له هنا ممكن انت لو عايز تظهر الرساله اللي جوه هتحط ايه؟ دي هي تاني بالانتربوليشن. اوكي، ولو جيت دخلت هنا اي حاجه مثلا 2007 زي ما انت شايف يو كانت ريجستر، ودي موجوده فين؟ جوه الفاليديتور. بس الصح انك ما تعملش الكلام ده، يعني الصح انك انت ترجع ترو او فولس دايما. تمام؟ ليه بقى الصح انك ترجع ترو او فولس دايما؟ لانك انت ممكن تغير رساله الخطا دي على حسب ما انت عايز. انت كده هتجبر نفسك انك انت لازم يا اما تعدل جوه الكاستم فاليديتور عشان تغير الرساله، يا اما انك تعمل لكل رساله كاستم فاليديتور، فده مش حلو. يعني بلاش تعمل كده. فايه واعتمد انك انت تحط ايه؟ الرساله هنا. اوكي، فلو جينا مثلا دخلنا 2007 مثلا واي حاجه مثلا، اوكي هتلاقيه زي ما انت شايف يو كانت ريجستر وكده تمام زي الفل. طب انت ممكن تيجي تقول لي انا مش عايز الفاليديتور اعمله بالطريقه دي، انا كده عامل مينيمم فاليديشن لل 18 سنه. افرض في ابلكيشن ثانيه بعملها وعايز اعمل كاستم فاليديتور يكون مثلا سن 24 وات ايفر. هتقول لي ايه؟ طب ما تخليها جينيريك كده ونحط الايج كانبوت. حلو، في الحاله دي هنروح لمين؟ للفانكشن الثانيه او للنوع الثاني، احنا هنستخدم ايه؟ فاليديشن فانكشن او فاليديتور فانكشن. فهنيجي نقول هنا نقول من ايج مثلا، وهنحط هنا ايج نمبر زي ما هو عامل كده. وممكن هنا تحط ايه كده؟ validation او validator function. اوكي كده زي ما انت كده شايف بالظبط عملنا بنرجع فانكشن. اوكي، بترجع لي validator validation errors or null، ونفس فكره الفاليديشن اللي فوق بالظبط. تعال نستخدمها. هنيجي هنا نقول من age نفتح قوسين نكتب 18 مثلا. اوكي، وتعال نجربها مثلا. زي ما انت شايف طبعا هنا رساله الخطا ما ظهرتش علشان هنا احنا عاملين من ايج 18. ممكن تمسح 18 ونجرب تاني. زي ما انت شايف. اوكي، طيب سؤال بقى ليك انت وعايزك تفكر فيه كده مع نفسك. اوكي، وتقول لي اجابته في الكومنتات
وانا هشرحه لك لما اجي اتكلم عن الفاليديشن او الديناميك فاليديشن. تمام، بس السؤال هو بيقول ايه؟ ليه انا ما اعملش، او ليه انا مضطر ان انا استخدم حاجه زي كده؟ طب ليه انا مثلا ما اعتمدش على الفاليديشن فانكشن او الفاليديتور فانكشن كده مباشره؟ يعني ممكن مثلا المينيمم ايج دي بدل ما اعملها بالطريقه دي ممكن اجي اعملها كده مثلا. مثلا ممكن اجي استخدم دي كده مثلا. ليه ما اعملهاش كده واوقف دي كده مثلا؟ وتعالى نكتب مثلا من فوق هنا الفاليديتور فانكشن. ليه ما اعملهاش كده؟ عادي وهتشتغل على فكره. لو انا جيت هنا شلت دي كده وعملت هنا 18 وعملت الكولينج، هيبقى استخدامها بالطريقه دي بالظبط. ولو جيت هنا جربتها هتلاقيها شغاله. مثلا 2007 طبعا هنا ايه الخطأ ما ظهرتش عشان مفترض اضيف هنا 18. اوكي تعالى نجربها تاني اهي. ليه بقى اصلا ما اعملش كده واريح دماغي؟ ايه بقى الفرق بين الطريقه دي والطريقه دي؟ فكر فيها وقول لنا السؤال في الكومنتات. اوكي وانا هجاوبك عليها لما نيجي نشرح الديناميك فاليديشن. بس الموضوع ملوش علاقه بالانجولار، خد بالك، يعني الاجابه ملهاش علاقه خالص بالانجولار نهائي، فدي محتاجه انك انت تفكر فيها شويه صغيرين. حاجه اخيره، انا قلت قبل كده هتكلم عن استخدامات النل فاليديتور لما نيجي نتكلم عن الكاستم فاليديشن. فتعالى اقول لك هنا من بعض استخداماته، انك انت هنا بدل ما ترجع نل ممكن تيجي ترجع فاليديتورز. اوكي دوت نل فاليديتور. تمام، ده استخدامه. وممكن تاخدها كوبي وتيجي بدل النل اللي فوق دي تحطها هنا، وفي الحاله دي ممكن تشيل النل دي عادي جدا. تمام، ولكن ملهاش لازمه برضو انك تعمل كده، انك انت ممكن عادي ترجع نل زي ما احنا كنا ماشيين. ولما تيجي تستخدم فاليديتورز دوت نل فاليديتور فانت بتضيف كود زياده ملوش لازمه طالما تقدر تستخدم النل. عشان كده انا قلت لك قبل كده ان الفاليديتور دوت نل ملهاش لازمه. الحاجه الاخيره احنا قلنا هنخليها لاخر الفيديو، وهي ليه الفاليديشن بتاع الايج بالطريقه دي مش صح. انت هنا معتمد على الفرق ما بين السنين. فتخيل معايا لو احنا مثلا في شهر 2 2024 وواحد مواليد شهر 9 2006، لو جيت طرحت 2024 من 2006 هيقول لك 18 عادي وهتعدي. عشان كده بتعدي معانا عادي، لكن الفكره في ان هو لسه ما وصلش لشهر 9 عشان خاطر هو يبقى يقفل ال 18 سنه ويبقى سنه فعلا 18. لازم نوصل لشهر 9، بس احنا لسه في شهر ايه 2، فهو كده 17 سنه وكام شهر. فاهمني؟ فبالتالي ما اقدرش اقول ان هو 18. طب هحل دي ازاي؟ بمنتهى البساطه، اول حاجه هتيجي تعملها هتقول مثلا هنا كونست مانث ديف. هنا ناقص حرف الان. اوكي واحنا هنا عندنا ما عندناش توداي، ممكن اجي اعمل هنا مثلا كونست توداي زي ما هو عامل كده واستخدم دي كده هنا. اوكي وهاجي هنا هقول له اف زي ما هو عامل كده بالظبط، بيريحني قوي الكوبايلوت. هنا دي ما تنفعش تبقى يطرح منها حاجه عشان دي كونست، فنخليها ليت. اوكي نيجي نقفل هنا قوس. طب خلينا نفهم بقى هو عمل ايه هنا بالظبط. اول حاجه هنا قال لك لو كان الفرق ما بين الشهور، الشهر اللي احنا فيه وشهر الميلاد اقل من صفر، يبقى هيطرح سنه، هيطرح واحد من الايج. طب اشمعنى؟ تعال نرجع للمثال اللي احنا كنا بقى فيه. احنا دلوقتي في شهر 2 واليوزر مواليد شهر 9. لو جيت طرحت 2 من 9 هتبقى كام؟ هتبقى ماينس 7. فده معناه ان هو لسه ما كملش السنه. احنا زي ما قلنا عشان خاطر هو يكمل 18 سنه لازم يوصل لحد شهر 9، فدي نقطه. والجزء ده هو عشان يقارن الايام. يعني ايه؟ مثلا افترض مثلا ان العميل بتاعي مواليد ايه شهر 9 يوم 15 9، والنهارده يوم 2 9، فهو كده يعتبر 18 سنه الا كام يوم. يعني لازم نوصل لحد يوم 15 9 عشان نقول ان هو كمل 18 سنه. اوكي فالجزء ده بيقارن الموضوع ده. يعني لو قال لك الشهر كده، دي معناها لو الشهر لو الفرق بين الشهور بيساوي صفر، يعني احنا في نفس الشهر. اوكي والتاريخ النهارده او اليوم بتاع النهارده كان اقل من يوم الميلاد، زي مثلا لو النهارده 2 وهو تاريخ ميلاده 15، يبقى ايه؟ هنخصم سنه. فهنجربها النهارده مثلا 8 12 2024. اوكي وهفترض ان تاريخ الميلاد بتاعه مثلا وليكن كان يوم 10 12 2006.
يقول لك إيه ما ينفعش ليه؟ لأن هو كده فاضل له يومين عشان يكمل 18 سنة. أتمنى إن الفيديو يكون عجبك، ولو عجبك ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب وتشيره، وكمان لو عندك أي سؤال أو حد ما فهمتهوش كويس أوي ممكن نعيد تاني أو نتكلم أو نتناقش في الموضوع تاني، سواء على الجروب سواء على اللايف لما نعمل لايف إن شاء الله على اليوتيوب. أوكي، وشكرا جزيلا للاستماع.